السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تالتة إعدادي، أهلا وسهلا بيكم في مراجعة على الوحدة التالتة. طبعا الوحدة التالتة بتتكلم عن الكون والنظام الشمسي. الوحدة التالتة من أسهل الوحدات عندك، وطبعا احنا راجعنا على الوحدة الأولى وراجعنا على الوحدة التانية وخلصنا أول 3 وحدات وبنخلص دلوقتي في الوحدة الرابعة، فأنت لازم تبقى مشترك في القناة، وطبعا اعمل لايك قبل ما نبدأ في الفيديو وصلي على النبي واكتب كل كلمة ورايا عشان الكلام ده مهم جدا. احنا بنتكلم في الكون فلازم ناخد تعريف الكون. فقلنا إن الكون هو الفضاء الممتد اللي بيحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل الخليقة. الكون ده يا باشا اللي موجود فيه الفضاء ده اللي هو إيه بقى؟ اللي موجود فيه كوكب الأرض وجميع الكواكب بحالها بقى، من مشتري وزحل وقمر وكله، والكائنات كلها كل الخليقة، ده الكون. الكون الواسع من ملايين النجوم والتي لا تكفي لغاية هذا الكون الممتد. شوف بقى، يعني الكون ده فيه ملايين ملايين النجوم، بس ده كل النجوم دي مع انها بتدي ضوء بس ما بتكفيش عشان تضيء الكون ده. سبحان الله يعني. درس يعني يعرفك مدى قدرة سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى، حتى ربنا قال لك وتفكروا في خلق السماوات والأرض. قال لك وذلك لأنه بين النجوم بلايين الكيلومترات من الفضاء المظلم البارد. يعني انت بتبص النجم والنجم تحس انهم قريبين، ولكن في بينهم بلايين الكيلومترات من الفضاء المظلم البارد، في بينهم يعني كيلومترات كبيرة جدا وواسعة جدا، يعني بينهم يعني تمشي بلاد وبلاد، بس بتبص في السماء تلاقيها قريبة من بعض. قال لك كل شيء في الكون بيتغير، فالنجوم دائمة التغير، فلا يبقى الكون على حاله وجميع المجرات تتباعد بعضها عن بعض بسرعة، وذلك لأن الكون في تمدد مستمر. يعني طبعا انت عندك معلومة ان الكون دايما في تمدد مستمر، وكل اللي في الكون ده بيتغير، يعني مفيش حاجة بتفضل مكانها، كل حاجة بتدور، كل حاجة بتمشي. الكون ده لا يبقى على حاله. يحتوي الكون على العديد من المجرات التي يقارب عددها 100,000 مليون مجرة. يجي سؤال كده يقول لك عدد المجرات في الكون، هتقول له عدد المجرات في الكون 100,000 مليون مجرة. شوف ركز على الرقم، سبحان الله، 100,000 مليون مجرة. الرقم ده يودينا لتعريف المجرات ذات نفسها بقى. هتقول له هي مجموعات من ملايين النجوم التي تتجمع معا يعني في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية. يبقى المجرات هي مجموعات من ملايين النجوم فيها يعني المجرة دي هي عبارة عن مجموعة مثلا فيها كتير من النجوم، ملايين النجوم بتتجمع معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية. بتتجمع ازاي؟ بتأثير الجاذبية. النجوم دي بتتجمع معا بتأثير الجاذبية تدي حاجة اسمها المجرات. توجد المجرات في مجموعات على شكل عناقيد وكل مجرة تتخذ شكلا مميزا حسب تناسق وترتيب مجموعات النجوم بها. الشمس مثلا ديت قالك إن الشمس أحد نجوم مجرتنا، مجرة درب التبانة. الأرض دي في مجرة درب التبانة، والشمس برضو في مجرة درب التبانة. فيودينا لتعريف تعريف مجرة درب التبانة: يتجمع في مراكز المجرة عديد من النجوم القديمة اللي هي الأكبر عمرا، محاطة بهالة من النجوم الصغيرة اللي هي الأحدث عمرا، الواقعة في الأذرع اللولبية للمجرة. ده تعريف مجرة درب التبانة. طب تعريف المجموعة الشمسية: الشمس وثمانية كواكب تدور حولها وتدور الشمس وما حولها من الكواكب حول مركز المجرة اللي هو درب التبانة. يعني الكواكب بتلف حوالين الشمس، والشمس واللي حواليها بيلفوا حوالين مركز المجرة اللي هو درب التبانة. قالك الشمس تستغرق حوالي 220 مليون سنة عشان تكمل دورة واحدة حول مركز المجرة دي. يعني شوف الشمس دي بعظمتها ببهولتها بتستغرق 220 مليون سنة عشان تكمل دورة واحدة بس حول مركز المجرة دي. المجموعة الشمسية دي بتقع على حافة مجرة درب التبانة في أحد الأذرع الحلزونية للمجرة. في بعض الملحوظات المهمة: سميت ليه مجرة درب التبانة بهذا الاسم؟ لأنها تشبه التبن المنثور، وتسمى أيضا الطريق اللبني لأنها تشبه اللبن المسكوب على لوح زجاجي. يبقى اسمها درب التبانة ليه؟ لأنها تشبه التبن المنثور، واسمها ليه الطريق اللبني ليه؟ لأنها تشبه اللبن المسكوب على لوح زجاجي. كلما زاد، ملحوظة تانية بقول لك، كلما زاد البعد بين الكوكب والشمس بتقل الجاذبية بينهما. كل ما البعد يزيد بين الكوكب والشمس الجاذبية بتقل بينهما وتصبح حركة الكوكب أبطأ. دي ملحوظة سهلة. المسافات: عشان أقيس المسافات بين الأجرام السماوية أو بين النجم ده والنجم ده والكوكب ده والكوكب ده ما بتقاس بوحدة الكيلومتر، بل بوحدة اسمها وحدة السنة الضوئية. طب ليه بتقاس بوحدة السنة الضوئية وليس بالكيلومتر؟ لأن المسافات في الكون شاسعة جدا تفوق الكيلومترات دي. إذا نروح لتعريف السنة الضوئية: المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، وهي تساوي 9.46 في 10 أس 12 كيلومتر. الرقم ده احفظه زي اسمك. يبقى السنة الضوئية بتساوي 365 يوم في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية في 300 ألف كيلومتر لكل ثانية، اللي هو بيساوي 49 في 10 أس 12 كيلومتر. ده اللي هو السنة الضوئية.
هنخش على حاجة اسمها تمدد الكون، فنقول عشان في نشاط بنعمله عشان نثبت تمدد الكون، اللي انت عايزه منك الملاحظة بتاعتك والاستنتاج. الملاحظة: تمدد العجينة وتباعد حبات الزبيب مرور الوقت. سيبك من الملاحظة، بركز على الاستنتاج. بقولك الكون يتمدد باستمرار وتتباعد المجرات، وده عارفينه ان الكون بيتمدد دايما والمجرات دي بتتباعد. اذا نروح لتعريف تمدد الكون، فنقول هو التباعد المستمر بين المجرات في الكون نتيجة لحركتها المنتظمة. ده تمدد الكون. نشأة الكون: نشأة الكون في تعريف كده أو في كلام كده، بقول لك شرح نشأة الكون. عشان أشرح نشأة الكون لازم تسمع الكلام ده. الكثير من العلماء اعتقدوا أن الكون نشأ عن انفجار هائل، وهو الانفجار العظيم زمان ده من من 15,000 مليون سنة. تولدت فيه كل أشكال المادة والطاقة والفضاء والزمن. لم يكن هناك أحد ليروي ما حدث، ولكن الاكتشافات الحديثة في علمي الفيزياء والفلك مكنت العلماء في افتقاء تاريخ الكون من جزء الثانية الأولى من نشأته. يعني أكتر من 15 مليون سنة حصل انفجار عظيم. الانفجار العظيم ده محدش شافه ولا شاهده، ولكن الاكتشافات الحديثة والعلم، هو اللي هو العلم في مادة الفيزياء والفلك، أدوا إلى اكتشاف هذا الانفجار العظيم. فنظرية الانفجار العظيم وضعت نظرية الانفجار العظيم ده عام 1933 ميلادية. إن العلماء اعتقدوا أن مادة الكون قبل الانفجار كانت كرة غازية ذات ضغط وحرارة عالية جدا في حجم ضئيل، وأنها في تمدد مستمر منذ ذلك الحين. إذا نروح للانفجار العظيم وتعريفه: هو انفجار هائل حدث منذ حوالي 15 مليون سنة. كان الكون ضئيل الحجم وحار جدا، وبالانفجار العظيم بدأت عملية التمدد والتغيير، وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. فخلال دقائق من حدوث الانفجار أخذت الجسيمات الذرية بالتلاحم مكونة غازي الهيليوم والهيدروجين، اللذان أنتج المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين. عشان يجي يقول لك كده إيه الغازات اللذان أنتجها المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هتقول له الهيليوم والهيدروجين. مراحل تطور الكون: أول حاجة لحظة الانفجار. أول حاجة لحظة الانفجار. تاني حاجة خلال دقايق من الانفجار حصل إيه، وبعد 1000 مليون سنة من الانفجار حصل إيه، وبعد 2000 ل3000 مليون سنة حصل إيه، وبعد 3000 مليون سنة حصل إيه، وبعد 5000 وبعد 10000 وبعد 12 مليون وبعد 15 مليون سنة من الانفجار. تمام، ده كله عليك ولازم تحفظه. أولا لحظة الانفجار، طبعا ده عايز فهم بس مش عايز حفظ. لو فهمته الدنيا هتعرف تكتب. أول حاجة لحظة انفجار: انفجرت الكرة الغازية التي نشأ منها الكون وبدأت عمليتي تمدد الغاز. أول حاجة الكرة الغازية اللي نشأت منها الكون دي انفجرت وبدأت عمليتي التمدد والتغير. تمام. بعد دقايق من الانفجار ده الحرارة انخفضت وأصبحت حوالي 1000 مليون درجة، معلش 10,000 مليون درجة مئوية. اندمجت الجسيمات الذرية معا مكونة سحب من غازي الهيدروجين والهيليوم بنسبة 75% إلى 25% على الترتيب. تمام. يبقى الحرارة خفت وقلت وبقت حوالي 10,000 مليون درجة مئوية، واندمجت الجسيمات مع بعضها وكونت سحب من غازي الهيدروجين والهيليوم بنسبة 75 ل 25% ترتيب. طب بعد بقى 1000 مليون سنة من الانفجار، إن المادة تجمعت في صورة كتل. تجمعت المادة في صورة كتل والتي تكونت منها المجرات فيما بعد. المادة دي اتجمعت في صورة كتل اللي هي دي بقى اللي كونت حاجة اسمها المجرات بعد كده. تمام. هنخش بعد 2000 ل 3000 مليون سنة من الانفجار. تجمعت هذه الكتل بفعل الجاذبية مكونة كتل أكبر من أسلاف المجرات تاركة مناطق من الفضاء الخلوي بها. ماشي. بعد 3000 مليون سنة من الانفجار بدأ تشكل المجرات. يعني بعد 3000 مليون سنة التشكل بدأت تتشكل وبدأ المجرة تاخد شكل معين. بعد 5000 مليون سنة من الانفجار اتخذت مجرة درب التبانة شكلها القرصي. ما احنا عارفين ان مجرة درب التبانة دي شكلها قرصي. طيب بعد 10,000 مليون سنة تكون نجم الشمس، ثم نشأت الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية. طب بعد 12 مليون سنة من الانفجار بدأت أشكال الحياة الأولى في الظهور على الأرض. طب بعد 15 مليون سنة اتخذ الكون شكله الحالي. في بعض الملحوظات المهمة: في عام 1964 اكتشف المهندسان بانيزاس وويلسون عن طريق الصدفة موجات راديو قادمة من الفضاء، وقد توصل إلى هذه المجموعات نوع من الصدى الناجم عن انفجار كبير، ولا زال يتردد في الكون حتى اليوم. ويمكن لأي جهاز تليفون على الأرض أن يلتقط تلك الموجات. وتقديرا لهذا الاكتشاف حصل المهندسان على جائزة نوبل. سيبك من اسم عايزك بس تبقى فاهم النظرية متحفظهاش. النظريات نشأت المجموعة الشمسية دي اللي عليك بقى. إن النظريات العلمية الفلسفية حول نشأة المجموعة الشمسية قاربت 20 نظرية. 20 نظرية. والنظريات دي كلها ما زالت غير مؤكدة، مفيش ولا واحدة فيهم مؤكدة حتى الآن، وعرضة للتغيير. كل واحدة فيها بتتغير وبنضاف فيها حاجات جديدة. هنستعرض بالدراسة أهم تلك النظريات. هناخد فيها أهم تلك النظريات لمعرفة تطور الأفكار العلمية حول نشأة المجموعة الشمسية. عندك نظرية السديم ونظرية النجم العابر ونظرية الحديث. أولا نظرية السديم. بيقول لك إيه بقى في نظرية السديم اللي هي عام 1796:
نشر العالم الفرنسي بيبر سيمون لابلاس، هتقول له لابلاس بس، بحثا بعنوان نظام العالم. كان ده عام 1796، حيث تضمن البحث ده تصور عن كيفية نشأة المجموعة الشمسية. هذا التصور الذي حاز شهرة كبيرة جدا لمدة قرن من الزمن، وقد تأثر بمشاهدتين وجود ما يشبه السحاب أو السديم في الفضاء، واحتواء الفضاء على العديد من الحلقات السحابية والسديمية تحيط ببعض الكواكب مثل حلقات كوكب زحل. إذا نروح لتعريف السديم، فتقول له هو كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها، وافترض أنها كونت المجموعة الشمسية. معلش، الوحدة دي مليانة تعريفات من الحفظ، فمعلش، بس سهلة والله. إن السديم دي هي عبارة عن كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها، وافترض أنها كونت المجموعة الشمسية. يفترض، كان يفترض، أو من المفترض، أو العلماء افترضوا ساعتها إن السديم ده هو اللي كون المجموعة الشمسية، عبارة عن إيه؟ عن كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها. اقترحت النظرية أن المجموعة الشمسية نشأت على النحو التالي: أولا في كم مرحلة؟ حوالي 3 مرحلات أو 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت المجموعة الشمسية في الأصل عبارة عن كرة غازية متوهجة تدور حول نفسها، وأطلق على هذه الكرة اسم السديم. بمرور الزمن فقد السديم ده حرارته تدريجيا، فتقلص حجمه وزادت سرعته ودورانه حول نفسه. المرحلة التانية بقى تحت تأثير قوة طاردة، فقد السديم شكله الكرة وأصبح له شكل قرصي دوار مسطح، شكل قرص دوار مسطح. انفصلت عنه أجزاء بتأثير القوة الطاردة لتكون حلقات غازية أصبحت تدور هي الأخرى في نفس الاتجاه الذي يدور فيه السديم. نروح بقى لمرحلة ثالثة. شكلت تلك الحلقات الغازية دي بعدما مرت وتجمدت كواكب المجموعة الشمسية، وشكلت الكتلة الملتهبة المتبقية في المركز الشمسي. نخش على نظرية النجم العابر، اللي هو نظرية تشامبرلين ومولتون. عام 1905 كانت المجموعة الشمسية في الأصل عبارة عن نجم كبير واحد وهو الشمس. تمام، ده نظريتهم. والفروض النظرية إن الشمس اقترب من نجم آخر عملاق، قام النجم الآخر ده بجذب الشمس نحوه، مما سبب تمدد كبير في جزء الشمس المواجه للنجم. حدث انفجار لهذا الجزء الممتد، فشكل خطأ كبيرا طوله من الشمس حتى كوكب آخر. تفهم ازاي؟ بدأ الخط الغازي في التكثف وزاد، وبسبب قوة التجاذب ثم بارت مكونا للكواكب السيارة للكوكب الموجودة دلوقتي، وهربت الشمس من جاذبية هذا النجم بفعل هذا الانفجار. تمام، سهلة دي، إن على طول إن الشمس اقترب من نجم آخر عملاق أكبر من الشمس، حصل بينهم مشاكل وتمدد، فتمدد جزء من الشمس ناحية النجم ده، فحصل إنهم مقابلوش بعض، حصل انفجار بينهم، فالشمس بعدت عن النجم الآخر ده. ف حصل بقى بعد الانفجار ده إن تكونت الكواكب الموجودة دلوقتي، والشمس طبعا هربت بفعل الانفجار. جاءت نظرية الحديثة عام 1944 للعالم ألفرد هيرل. أساس النظرية ظاهرة انفجار النجوم. قالك هذه النظرية مبنية أساسا على ما يشاهد أحيانا من أن نجما ما يتوهج لمدة قصيرة ليصبح من ألمع نجوم السماء، وبعدها يوم أو يومين مثلا بيختفي توهجه تدريجيا ليعود إلى ما كان عليه. وسبب هذا التوهج ليس معروفا إلى وجه التحديد، مش معروف لحد دلوقتي التوهج اللي بيحصل للنجم ده بسبب إيه. فنخش على تعريف ظاهرة انفجار النجوم: هو توهج نجم ما لمدة قصيرة ليصبح من ألمع نجوم السماء، ثم يختفي توهجه تدريجيا ليعود إلى ما كان عليه. تمام. طب محاولة بقى تفسير ظاهرة انفجار النجوم، اللي هي آخر نظرية، اللي هي النظرية الحديثة. ولعله يعود إلى انفجار النجم نتيجة التفاعلات النووية التي تحدث به فجأة وبعنف، لدرجة يجدف مع هذا النجم بكميات كبيرة من المواد الغازية، وحينئذ يزداد حجمه، وبالتالي يزداد لمعانه، وعندما تبرد الغازات المطرودة يعود لمعانه إلى ما كان عليه في السابق. بص، ده النظرية الحديثة، إن دوران النجم بالقرب من الشمس حصل له لمعان، وحصل له طبعا، ده الشمس أهو، ده دوران نجم مقارب بالشمس أهو كده، ده الشمس أهو ماشي، ودي دوران الغازات الناتجة حول الشمس، حدوث انفجار نووي للنجم، وهروب النجم من جاذبية الشمس. أصل المجموعة الشمسية نجم آخر غير الشمس. فروض النظرية: وجود نجم يدور بالقرب من الشمس، تعرض النجم للانفجار بفعل تفاعلات نووية ضخمة أدت قوة الانفجار لطرد نواة هذا النجم بعيدا عن جاذبية الشمس. بقيت سحابة من الغاز تعرضت لعمليات تبريد وانكماش مكونات الكواكب السيارة، ودارت الكواكب في مدارات ثابتة حول الشمس نتيجة قوة جذب الشمس لها. ده محاولات تفسير ظاهرة نجوم الشمس. معلش، ظاهرة انفجار النجوم اللي هي النظرية الحديثة.
تطبيقات تكنولوجية بقى على الكلام ده، قالك إن الفلكيون بيستخدموا معدات خاصة مرتكزة على الأرض كالتلسكوب الشمسي، أو محمولة في الفضاء لدراسة الشمس كتلسكوب هابل. يبقى عرفنا إن تلسكوب هابل بيستخدم عشان هناخده قدام، بيستخدم في الفضاء لدراسة الشمس، والتلسكوب الشمسي عادي بيستخدم في الأرض عادي. في تلسكوب المقراب أو التلسكوب الشمسي اللي هو ده اللي احنا سألنا عليه فوق، تنعكس أشعة الشمس لتسقط على مرآة مقعرة عند مؤخرة المنظار في نفق على عمق كبير تحت الأرض. تمام. تنعكس الأشعة مرة تانية لتسقط على مرآة مقعرة فتتجمع في بؤرة داخل مطياف ضخم. يظهر المطياف الأطوال الموجية الضوئية المختلفة التي تصدر من الشمس. الجدير بالذكر أن معظم معلومات الفلكيون عن الشمس حصلوا عليها من دراسة أطيافها اللي هو باستخدام التلسكوب الشمسي. في تلسكوب هابل بقى، أطلق تلسكوب هابل الفضائي في نيسان اللي هو عام إبريل يعني عام 1990، وهو يدور حول الأرض على ارتفاع 500 كيلومتر، ويجمع من موقعه صور يرجع عمرها إلى ملايين السنين، تتيح للفلكيين فرصة الاطلاع على تكون الكون بعد الانفجار العظيم. وبكده يا حبيب قلبي نبقى خلصنا الوحدة التالتة. وحدة سهلة إن شاء الله وصغيرة اهي، ما عندناش ربع ساعة. يا رب تكون فهمت، ورب تكون كتبت وذاكر واحفظ الكلام ده أول بأول، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق يا صديقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.